صباحك بطيخ. في يوم نزلت قعدت على القهوه اللي متعود اقعد عليها كل يوم، وندهت على القهوجي ورحت قايل له لو سمحت انا عايز كوبايه شاي. رحت لقيته جاي عليا وكان باين على وشه انه مكشر وبيقول لي اهلا يا استاذ رجب، بس لا مؤاخذه يعني مش هينفع. بصيت له باستغراب وانا بولع سيجاره من السيجارتين الفرط اللي كانوا معايا وقلت له هو ايه اللي مش هينفع يا عم ريشه؟ دي كوبايه شاي. لقيته قرب مني وبصوت واطي بيقول لي المعلم قال لي ما تنزلش مشاريب لاي حد عليه فلوس متاخره. وبصراحه كده يا استاذ رجب انت حسابك تقيل قوي والحاله نايمه على الكل زي ما انت شايف. اتضايقت طبعا من اللي قاله ورحت قمت مزعق فيه وقلت له هو انت محسسني اني قاعد على كافيه؟ دي يا دوب حته قهوه معفنه وانا ولا قاعد لك فيها تاني، واذا كان على الشاي هروح اشربه في بيت. فلقيته هو كمان بيزعق وبيقول لي هو انت بتزعق لي انا ليه؟ انا مش صاحب القهوه، وان كان اسلوبنا مش عاجبك ادفع اللي عليك وما تجيش هنا تاني. وقتها لقيت عم عاطف اتدخل وبيقول له ما يصحش اللي انت بتعمله ده يا ريشه، الاستاذ رجب راجل محترم وهو بس الظروف مش كويسه معاه. فالقهوجي قال له انا ما عملتش حاجه يا عم عاطف، بس الجدع ده حسابه تقل، ولما جيت اكلمه بادب لقيته بيزعق فيا. فبص له عم عاطف وقال له طب روح اعمل لنا 2 شاي وحساب الاستاذ رجب عندي. ولقيته شدني من ايدي وقعدني على الكرسي اللي جنبه. فبصيت له باستغراب وقلت له ازاي يا عم عاطف هتدفع الحساب وانا الايام دي محدش بيطلب مني شقه ولا محل ولا اي حاجه، فمش هقدر اديلك فلوس. فلقيته رد عليا وقال لي وانا مش عايز منك فلوس وكمان جايب لك شغل. ومد ايده في جيبه وطلع لي مفتاح وبيديهولي وهو بيقول لي ده مفتاح بيت في الحدايق، هوصف لك مكانه بالظبط وهديك رقم ناس هتروح تفرجهم عليه، لان انا الايام دي تعبان ومش هقدر اروح المشوار ده، ولو البيت عجبهم واشتروه هتاخد عموله كويسه. اخدت منه المفتاح وانا بشكره وبقول له انا مش عارف اقول لك ايه يا عم عاطف، والله انا بقالي 3 شهور ما طلعتش ولا شغلانه وبجد كنت محتاج فلوس باي شكل. فقال لي ما تشكرنيش ولا حاجه، احنا جيران من زمان وده واجبي، استنى اشرب شايك وخد رقم الراجل اللي انت هتقابله واطلع نام عشان تصحى الصبح بدري تروح المشوار. وفعلا اخدت رقم الراجل واخدت عنوان الشقه وشربت الشاي وطلعت البيت علشان انام. تاني يوم الصبح صحيت وشربت كوبايه شاي وولعت سيجاره ونزلت على الموقف علشان اروح مشوار. وانا راكب الميكروباص وكنت في الطريق بصيت للشباك وسرحت لحياتي والدنيا والهموم اللي انا فيها. معلش دخلت في الحكايه على طول ونسيت اعرفكم بنفسي. انا رجب جمعه وعندي 32 سنه، شاب ساكن في منطقه شعبيه عايش لوحدي في شقه محندقه كده ايجار قديم، وده طبعا بعد ما ابويا وامي ماتوا وما كانش عندي اخوان. معايا دبلوم صنايع حاولت اشتغل بيه اي شغلانه عدله بس ما حصلش نصيب، فعشان كده اشتغلت سمسار عقارات، بتوسط في بيع وشراء اي حاجه وباخد عمولتي، شقه محل عربيه، اللي عايز يبيع اللي عايز يشتري اللي عايز يأجر، واديني بسترزق. كنت شغال كويس قوي لحد ما جت الفتره الحاليه والسوق نام ولا حد بيبيع ولا حد بيشتري. انا بقالي فتره بنزل اقعد على القهوه على امل ان حد يجي يعرض عليا شغل لكن مفيش، وعمال اشرب في مشاريب على الفاضي والنوته عماله بتزيد، لحد ما جه عم عاطف وحصل الموقف اللي حكيته في الاول. الميكروباص وصل ونزلت على طول ركبت مواصله وطلعت على البيت. وصلت لحد البيت اللي من عنده الحكايه هتاخد شكل تاني خالص، شكل مرعب كان السبب انه فتح عليا بوابة من بوابات جهنم. وقتها لما وصلت عند البيت فضلت باصص له باستغراب، كنت مستغرب من الشكل الغريب اللي قدامي. هو عباره عن بيت بدورين الباب بتاعه حديد ومقفول بقفل كبير. فبصيت على القفل وانا ماسك المفتاح بايدي، وقبل ما افتح الباب طلعت موبايلي واتصلت على الراجل اللي جاي يشتريه. لما رد قلت له ايوه يا استاذ حسن انا واقف قصاد الباب اهو. فقال لي تمام يا استاذ رجب انا بلبس اهو نازل من بيتنا ونص ساعه بالكتير قوي وهكون عندك. فقلت له طب خلاص انا هفتح البيت اهو هستناك جوه وانت خلص وتعالى براحتك، واول ما توصل على طول ادخل وهتلاقيني جوه. تمام؟ قال لي تمام. قفلت مع الراجل وحطيت الموبايل في جيبي ورحت فتحت الباب. دخلت جوه وفضلت ابص شمال ويمين. البيت كان دورين زي ما قلت لك، وكان كل دور من شقه واحده، والشقه اللي في الدور الارضي كان بابها مفتوح. رحت ناحيه الشقه ودخلت وانا بتفحص المكان بعيني. التراب مالي الارض والحيطان كلها مليانه خيوط عنكبوت. استغربت وقلت لنفسي هو المكان ده مقفول او مهجور كده من امتى؟ وازاي حد يسيب بيت واسع زي ده؟ بس يلا الله اعلم بقى بحال الناس. فضلت ماشي لحد ما وصلت عند باب اوضه من الاوض. الاوضه بابها كان متشال وكانت ضلمه جدا رغم اننا بالنهار. قربت منها ونورت كشاف موبايلي علشان اشوف اي مفتاح يفتح لي لمضه تنور، بس بمجرد ما نورت الكشاف ووجهته ناحيه الاوضه حسيت ان في حاجه او بني ادم جري من قدامي بسرعه. وقفت مذهول لثواني كده وانا مش مستوعب اللي لمحته، زي ما يكون بني ادم جري من اول الاوضه لاخرها ودخل جوه الحيطه واختفى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، البيت ده مسكون ولا انا بيتهيألي ولا ايه؟ تماسكت اعصابي وحاولت اهدي نفسي. مسكت التليفون
التليفون كويس وفضلت ادور في الحيطان على مفتاح النور لحد ما لقيت. دوست عليه مره واتنين وتلاته ومفيش اي حاجه نورت، فقلت يمكن الكهرباء بتاعت البيت فيها مشكله او النور قاطع، فخرجت للصاله علشان اتاكد من الحوار ده. الصاله كانت منوره شويه لان شباكها كان موارب ومدخل نور الشمس، وبسبب النور ده انا شفت مفتاح اللمبه اللي كان في الصاله، ولما دوست عليه لقيت الصاله نورت. فقلت لنفسي يبقى لمضه الاوضه محروقه عادي يعني، بيت شكله مهجور فعادي يعني تكون لمضه في اوضه محروقه. بس اللي مش عادي بقى الاصوات اللي ابتديت اسمعها لما نور الصاله اشتغل. ابتديت اسمع من الاوضه اللي كنت فيها اصوات همس لناس كتير قوي بيتكلموا مع بعض، والصوت كان واطي جدا لدرجه اني معرفتش احدد هما كانوا بيقولوا ايه. اتمشيت بالراحه ناحيه الاوضه وانا عمال اقرا في سر كل اللي حافظه من القران، لحد ما فجاه لقيت نفسي وقفت، رجلي اتثبتت في الارض لما سمعت مع الاصوات دي صوت حد كان واضح انه مريض او بيتألم. يا نهار اسود ومنيل، البيت ده فيه حد ولا ايه؟ يا عم انت اللي جوه انت كويس؟ سكت الصوت لما انا اتكلمت على طول، وبعدها ابتديت اسمع اصوات خبط على الحيطان، ومش اي اصوات، لا دي اصوات كفوف ناس عمالين يخبطوا جامد على حيطان الاوضه من جوه. في الوقت ده اتشجعت وقررت اني ادخل الاوضه عشان اشوف ايه اللي بيحصل، بس فجاه وقبل ما رجلي تخط جوه اتنفضت من الفزع لما التليفون بتاعي رن. بلعت ريقي بصعوبه وببص في التليفون لقيته الاستاذ حسن، فرديت عليه وقلت له ايوه يا استاذ حسن انا جوه ادخل على طول. فلقيته بيقول لي تمام واسف اني اتاخرت اكتر من نص ساعه لاني ما كنتش لاقي مواصلات. فقلت له خلاص ولا يهمك تعالى وادخل، وقفلت معاه وجيت اكمل ناحيه الاوضه. بس ثواني، هو ايه ده؟ هو انا ازاي فات من عمري نص ساعه في ال5 دقايق دول؟ وفجأة لما بصيت على الأوضة لقيت النور اللي جواها نور لوحده. سلام قول من رب الرحيم. ايه ده بقى؟ هو البيت ده فيه ايه بالظبط؟ انا مش فاهم حاجة. ببص كده على الأوضة بطرف عيني لمحت حاجة واقعة على الأرض لونها أصفر وعليها بقع دم. رحت مقرب منها وماسكها بإيدي، كانت مفكرة لونها أصفر وعليها بقع دم زي ما قلت لكم، وشكلها غريب، وكان متقطع منها كل الورق وما فيهاش إلا ورقة واحدة بس. لما فتحت المفكرة لقيت الورقة دي مكتوب عليها كلام بالحبر الأزرق في الوش والظهر. بصيت في الورقة بتركيز وابتديت أقرأ. الموت أقرب من الحياة، والحياة بقت أصعب من الموت. الدم بيجيب دم، وولاد آدم ريحتهم موت. موت بيجري في عروقهم مجرى حبهم للشهوات. الناس كلها لازم تموت، وانت كمان لازم تموت. بعد ما قريت الجملة دي جسمي اتخشب ووقفت ثابت مكاني ووقفت قراية، لأن معاها حسيت بإيد بتلمس كتفي.